ليه الطبيعي ان انت تكره شخصية ساكورا؟ لان ساكورا ببساطة شخصية ما عندهاش كرامة. ساكورا الطفلة تقريبا مفيش حد بيحبها لانها كانت بتقعد تحب في ساسكي وناروتو، يعني مهما اظهر مشاعره ليها ومهما عمل مواقف تخلي اي بنت تحس باي مشاعر تجاهه كانت برضه مفيش اي لازمة. ثانيا، يا اما نيجي مثلا نتكلم عن الفرقة السابعة، ساكورا تعتبر اكتر واحدة ما عندهاش اي ماضي يخليك تنجذب ليها مقارنة بالشخصيات الاسطورية اللي معاها. مثلا ناروتو كان دايما يقعد يجيب لك المرجيحة ويجيب لك ازاي ان الماضي بتاعه حزين، وكاكاشي ازاي ان كل اصحابه ماتوا وعرفنا بعدين قصته الحزينة جدا. ومثلا ساسكي اللي الاسرة بتاعته كلها ماتت، تيجي بقى بعد كل الناس العتاولة دي تتفرج على ساكورا ولا في اي حاجة، بقى هم عايشين عادي وهي بنت رخمة. طيب، ايه تالت حاجة بقى واهم حاجة ببساطة يا جماعة؟ اي شخصية بتعجبك علشان الكاريزما بتاعتها، علشان لمجرد ان الشخصية دي عجباك، علشان في واحد بيجي مثلا يقول لك ايه، طب ما هنا يا عم ايه، ما فيها ملهاش لازمة في الانمي وبتاع غير بس تقول ناروتو كون ومش ناروتو كون. بس اللي انت مش واخد بالك منه ان هنا شخصية مقبولة لمجرد ان هي مقبولة ومحبوب، لمجرد ان هي محبوبة، ودي حاجة طبيعية. انت لو بتحب شخصية بتحبها لمجرد ان انت بتحبها. انما شخصيه ساكورا الاجانب بيكرهوها والعرب بيكرهوها وكل الناس بيكرهوها، فانت ما تجيش بقى تقول لي انها شخصيه كويسه بقى، يعني ما تتعبنيش معاك. ماشي؟ يعني لو انت بقى مقتنع بالكلام ده، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو. يلا سلام.